اهلا بيكم فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. النهارده هكلمكم على الجيرلاند. من اقدم دور العطور الفرنسيه. اعتقد هو بدأ 1828 حاجه كده يعني. جيرلاند تفوقت على بقيه منافسينها من دور تصميم العطور في الثبات. الجيرلاند من الحاجات تكاد تكون بتلزق في الهدوم حرفيا. انا النهارده هكلمكم على الاصدار ده من الجيرلاند. بصوا يا جماعه، بصوا شكل الازازه الاول لان ده الاصدار القديم ومفيش منه دلوقتي. شايفين الانسولانس جيرلاند؟ تمام. طبعا الاصدار القديم من الحاجات اثبتهم يعني. انا هكلمكم النهارده على الاصدارين دول. بصوا بصوا، خليني اكلمكم على واحد واحد. تمام. بصوا شكل الغطا بتاعها عامل ازاي. يعني الغطا ده لوحده موضوع تاني، قصة تانية. بس انا هخليني اكلمكم الاول على دار الجرلان. زي ما انا قلت لكم، الدار دي يعني بدأت من حوالي، يعني من سنة 1828. طبعا هو الموضوع ده يهمنا جدا لان كل مكان اللاين اللي انا بشتري منه ده قديم، فاكيد هيبقى بيديني اقصى خبرة عنده، بيطلع حاجة متضمنة كل الشروط اللي انا ببقى محتاجة ان انا الاقيها في البرفان بتاعي. عشان ما اطولش عليكم، الانسولانس جيرلاند. بصوا بقى، ده موضوع عايزه اقول لكم مبدئيا كده. اولا يا جماعه، انا مجنونه، ثم مدمنه، ثم مهووسه بالانسولانس جيرلاند. يعني هو انا حقيقي يعني البرفان اول ما رشيته حطيته على الهدوم. تمام. دي الازازه، اولا دي الازازه اللي هي ال50 ملي، دي اللي هي ال100 ملي. تمام. نيجي بقى للاديشن ده، نشمه كده مع بعض. بصوا بقى، هخليني معاكم واضحة وصريحة. اولا الاصدار ده مش بيعجب اي حد. مبدئيا كده بتبقى فيه ريحة في الاول غريبة. منتشر ان هما بيقولوا عليه شبه ريحة البامبرز. هو ريحة نظافة يعني كده، ولكن في الاول كده ده اللي بيجي من البنفسج. انا لسه ما دخلتش في النوتة العطرية للانسولانس، بس ريحة النظافة طاغية عليه. مبدئيا ده في المطلق كده على الانسولانس جيرلان. طيب نيجي للنوتة بتاعته. اولا النوتة المهيمنة عليه البنفسج. البنفسج كنت ممكن لما اشوفه في اي نوتة عطرية تانية، اي برفان تاني، اخاف. يعني انا مش من محبين البنفسج والسوسن واللافندر والكلام ده، بس هو ما فيهوش لافندر يعني. اللافندر ده بره موضوعنا، بس دي من النوتات اللي بتقفلني. عشان ما اطولش عليكم، نوتة البنفسج الطاغية والمهيمنة عليه مدياله كده لمسة حلوة، لمسة أزهار كده جميلة فيها. التوت، فيها نوعين توت، فيها توت عليق وتوت عادي، فيها خشب الصندل، فيها فروتي، فيها أزهار. النوتة بتاعته غنية جدا، ولكن النوتة اللي زي ما قلت لكم الطاغية والمهيمنة عليه البنفسج. طيب أنا هاجي بقى زي ما انتوا بتبقوا مستنيين مني، انا هشبه لكم
الانسولانس. قبل ما اشبه لكم بقى الانسولانس ده، زي ما انا ما قلت لكم ان الدار دي قديمه جدا، يعني والاصدار ده قديم جدا. في اصدارات الانسولانس دي مش واخده شكل الازازه ده دلوقتي، واخده شكل ازازه تاني، لكن دي من الاصدارات القديمه جدا للجيرلا. تمام. طيب اول تشبيه انا هشبهه، انتوا عارفين يا جماعه الستات اللي هم بتوع زمان، الليدي كده، الهوانم بتوع زمان، عارفين مثلا مريم فخر الدين في رد قلبي، وهي لابسه البورنيطه دي والتولي اللي بيبقى نازل منها دي، الحاجات الهوانم كده، الحاجات الاليجنت كده. هي ديت من الحاجات اللي هي الكلاسيك قوي، حاجات الهوانم، حاجات اللي هي عارفين انتوا بالظبط نفس الافلام بتاعت الستينات دي، اللي هم الاجانب وهم ماشيين في شوارع الشانزليزيه بالقبعات بتاعتهم، الجماعه الفرنساويين دول، الهوانم دول، هو بالظبط الانسولانس بيوحي كده. وهو اصلا الجيرلان صمم الازازه دي، هي تصميمها انا قعدت شكلها كان محير جدا بالنسبه لي. بصوا يا جماعه عامله ازاي، شايفين الغطا اللي فوق ده؟ هي اصلا هو شكلها في البدايه كده جذبني، ان ايه شكل القبعه اللي عليها دي، البورنيطه اللي عليها دي، وهي فعلا كده. تمام، يعني بصوا هي زي دايره كده، ودي عليها دايرتين. هو انا سمعت ان هما بيقولوا ان هو واخد شكل الجسم بالرقبه بالقبعه، يعني وصف تفصيلي للليدي اللي بتبقى لابساه، زي انا ما شبهت لكم كده مريم فخر الدين بلبس الستينات والبورنيطه كده في فيلم رد قلبي. هو تحسوها ان هو زجاجه ثلاثيه الابعاد. يعني هي تصميمها ليه معنى او ليه مغزى. طيب انا شايفه ان هو اتظلم لما اتقال عليه ان هو مدي على ريحه بامبرز. هو مش كده خالص، هو ريحه بودريه. يعني كل ما النوتة بتهدى، كل ما بتديني كل ما بيديني نوتة حلوة. النوتة الطاغية فيه زي انا ما قلت لكم في الاول، والمهيمنة عليه جدا جدا جدا، البنفسج. بس البنفسج داخل معاه الفروتي، فهنا عامل سنة شجري مع خشب الصندل مع بقية المكونات النوتة العطرية اللي فيه، فمخليه من الحاجات حقيقي المميزة جدا جدا جدا. بعدين بقى انا برشها على الهدوم. تخيلوا بقى دي ممكن تقعد قد ايه. يعني انا بقعد مثلا طول ما انا رشاها على هدومي رايحه جايه، الريحه مفحفحه، الريحه شديده، الريحه قويه جدا. طبعا دي بقى من الحاجات اللي مبدئيا كده بتشد اي حد ان هو لما يدفع فلوس يدفعها في حاجه يكون ثباتها وادائها عالي جدا. فجيرلان يعني تكاد تكون بتلزق في الهدوم حرفيا، من الحاجات اللي هي بتلزق في الهدوم مش بتطلع. يعني انا لو قربتها اقربها بالشانيل، بديور، من الحاجات اللي هي الجيرلان من البارفانات شديدة الثبات. طيب انا اتكلمت كتير على الاصدار ده من الانسولانس. اوعوا يفوتكوا شكل القبعة وشكل الازازة، حاجة كده بجد. يعني انا قلت لكم انا مدمنة ثم مجنونة ثم مهووسة بالانسولانس جيرلان. حقيقي 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 من الحاجات اللي ادائها وثباتها، يعني انا بشبههم بالشانيل وكوكو مدموزيل شانيل في الثبات والاداء. الاصدار ده بقى ده ال 100 مللي زي ما قلت لكم. بصوا بقى باختصار كده بصوا بقى شكل الازازه مغري جدا
يعني مغري جدا. تحسوها ايه، واخده شكل القبعه كده، عارفين انتوا البريه اللي بيتحط ده. هو ايه، عايز يقول لكم جيرلان، عايز يقول لكم يا جماعه ده للست الشيك، الست الهانم كده في نفسها. مريم فخر الدين في رد قلبي، انجي هانم. ف الاصدار ده بقى هو اصداراته كتير جدا. الاصدار القديم ده اصداراته كتير جدا، في بقى منه اللون السيمون وانا مش حافظه اسامي بصراحه، في منه البنفسجي، في منه اللي هو مدي شويه على بينك ده. الاصدار ده بقى نسبه الفروتي فيه عاليه قوي، نسبه البنفسج فيه تكاد تكون منعدمه، مش نفس اداء الانسولانس الموف دي خالص يعني. البودريه بقى هنا عميق جدا جدا جدا. احساس البودريه، انا سمعت من واحده صاحبتي وهي حاطه الجيرلان انسولانس ده، ان يعني ناس بيقولوا لها ريحه بودره اطفال كده مفحفحه. يعني البودريه فيها عالي قوي، اداؤه عالي قوي، ثباته عالي قوي، يعني فوحان وثبات وانتشار، ومن الحاجات كده المريحة للأعصاب. هو عامة البودريه أو نوتة البودريه في البارفان من الحاجات اللي هي اللطيفة الهادية كده المريحة للأعصاب، اللي بتعمل ريلاكسيشن كده. فهو الإديشن ده أو الإصدار ده من الجيرلان مميز جدا. أنا حبيته أكتر من الإصدار ده من جيرلان، ولكن الاتنين من الجيرلان يعني لا جدال في ان هو من الحاجات العميقة جدا، الحاجات الهوامي جدا جدا جدا. فأتمنى أكون قدرت أفيدكم النهاردة في الأنسولانس جيرلان، واختاروا بقى أي اديشن من الإصدارات دي انتوا تفضلوها. وإن شاء الله أقابلكم في فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. باي باي. بصوا يا جماعة فخامة ازازة انسولانس جيرلاند، شايفين تحسوا ان هي والله يعني عميقة، تحسوا الاهرامات التلاتة كده، خوف وخفرع ومنقرع وتشبيه كده بالفخامة والعراقة. جيرلاند يعني بدأت من 1828، يعني حاجة كده تفننوا في ان هم يعملوا ازازة برفان تحفة فنية يا جماعة، بجد تحفة فنية. الغطا بالازازة حاجة كده، يعني انا زي ما قلتلكوا شكل الازازة اغراني جدا. يعني تحسوها كده قبعة مريم فخر الدين في فيلم رد قلبي، انجي الأميرة إنجي. شايفين مدى جمال إزازة جيرلاند؟ أنا فعلا 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 يعني مدمنة ثم مهووسة ثم مجنونة بالأنسولانس جيرلاند. حقيقي حقيقي عشقتها لأنها فعلا تحفة فنية بجد يا جماعة. أتمنى من كل قلبي إن انتوا تجربوها وأتمنى تعجبكم.